وتحت الطلب ديالكم بغيت نشارك معكم حلويات لاكريم. اليوم غنشارك معكم هاد لي طرونش باتيسري بذوق الحامض وبكريمه الحامض بطريقه جد سهله ومبسطه واقتصاديا، وكيعطي واحد الكميه اللي هي كثيره. فكنتمنى حقا انكم تجربوهم. غير ما تنساوش يخصكم واحد اللايك، جزاكم الله كل خير، وخلينا الراي ديالكم في التعليق. ويلا نمروا المقادير والطريقه ديال التحضير. فعلى بركه الله، اول حاجه عندي في واحد الاناء اللي كيكون نقي وكيكون ناشف من الماء غادي نضيفوا 5 الحبات ديال البيض اللي كيكونوا بحراره الغرفه. فكنتمنى لكم توصلتوا حتى لهنا. ما تنساوش يخصكم واحد اللايك، جزاكم الله كل خير. وهادشي بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم. فمن بعد غادي نضيف هنايا واحد 5 د المعالق كبار ديال السكر. من احسن يكون داك السكر اللي عنده حبيبات ديالو رقاقين. صافي غادي نضيف واحد كيس ديال السكر فاني، وغادي نطربو بالطراب الكهربائي، ضروري من الطراب الكهربائي، وكنخلطو على اعلى سرعه. كنبقاو نخلطو مده تقريبا ديال 3 حتى 4 ديال الدقائق من حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيكون البيض، يعني كيكون القوام ديالو كثيف وابيض اللون ديالو. صافي من بعد هنا ما كنخلطو مزيان كنتوقف راه تخلط بالطراب، وكنضيف هنايا 5 د المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض. يمكن لكم تعوضوه بالماء اولا بالحليب. وغادي نضيف كذلك 5 د المعالق كبار ديال الزيت. بالنسبه لهاد المعلقه اللي عبرت بها اليوم، فالمقدار ديالها هو 30 غرام، يعني بالمجموع ديال السكر عندي 150 غرام، يعني كل بيضه كيمشي معها 30 غرام. صافي كيف ما كتشوفوا غنبداو كنخلطوا دابا غير بالفوي من الاسفل للاعلى حتى كندمجوا داك السوائل مع باقي الخليط. صافي من بعد ما كنخلطوا واحد التخليطه اللي كتكون خفيفه، كنضيفوا هنا الدقيق. كذلك عندي هنايا 5 د المعالق كبار ديال الدقيق. كيف ما شفتوا المعالق يكونوا عامرين مزيان يعني بالمجموع ديال الدقيق عندي هنايا 150 غرام ديال الدقيق. صافي غادي نضيف هاد الكميه على دفعات كيف ما كتشوفوا. غادي نضيفوا كذلك واحد 8 غرام ديال خميره الحلوى. صافي من بعد ما غادي نضيفوا النواشف ديالنا، غادي نبداو نحركوا من الاسفل الاعلى وغير بالمهل باش داك الدقيق ما يطيحناش داك القوام ديال البيض. كنخلطوا من الاسفل الاعلى حتى كندمجوا المكونات ديالنا كاملين. في هذه المرحله هذه كناخذوا واحد الصفيحه ديال الفران اللي كنفرشوها بورق ديال الطهي ضروري، وكنفرغوا فيها داك الخليط ديال الجينواز ديالنا. كيف ما كتشوفوا غادي نفرغوا داك الخليط كامل، وصافي كناخذوا واحد لي سباتول وكنبداو كنوزعوه من فوق داك اللاطه حتى كيتساوى لنا، يعني كيولي واحد الوجه ديالو كيولي مسطح ومتقاد باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. بالنسبه للقياس عندي هنايا 38 على 34 بالنسبه لهاد الصفيحه هذه. صافي كندخلوها الفران كيطيب على نار اللي كتكون متوسطه. بالنسبه لي انا عندي فران د الغاز، يعني صراحه الله ما طيبها ليش مزيان لان جهه طابت وجهه كتبقى خضراء. عندي الفران شويه ثقيل، فمهم نتوما ديروا على نار المتوسطه. بالنسبه لي عندهم فران ديال الضو راه اكيد غتكون النتيجه ديالها احسن من هذه. صافي من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما شفتوا مباشره كنقلبها وكنحيد لها داك الورق ديال الطهي، فراها كتجي رطبه وخفيفه. صافي هنا غطيتها وغادي نخليوها على جنب. غادي نمروا باش نوجدوا الكريمه ديال الحامض. بالنسبه لكريمه الحامض عندي هنايا 80 غرام ديال السكر، هي تقريبا واحد كاس الا ربع، مع 80 غرام ديال العصير ديال الحامض، وجوج بيضات كاملين. وديروا كذلك واحد كيس من سكر فاني، وكتبداو كتخلطوا فيها وكتردوها فوق نار متوسطه مع الاستمرار في التحريك حتى كتعقد لكم. من بعد ما كتعقد كتضيفوا لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكتخلطوا مزيان وكتفرغوها هكا في واحد المول ديال الزاج او اي مول مهم، وكديروا لها واحد السلوفان اللي كيكون ملامس للوجه ديالها باش ما ديرناش واحد القشره، وكتدخلوها للثلاجه الا كان عندكم الوقت، ولا كنتم مزروبين ديروها في المجمد واحد المده ديال نصف ساعه ولا ساعه. صافي في هذه المرحله هذه من بعد ما وجدت الكريمه ديالي والجينوازي اللي طابت، غادي نمروا باش نوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنايا كيس ديال علبه شونتي بذوق الفاني مع واحد كاس ديال الحليب اللي كيكون بارد مزيان. طربتهم مزيان حتى طلعت الكريمه ديالي. صافي وكنضيف عليها واحد 2 معالق كبار من داك الكريمه د الحامض اللي حضرنا في الاول. صافي حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا بهذا الشكل هذا. صافي في هذه المرحله هذه كنمروا الجينواز ديالنا. صافي كنحاولوا اننا نقسموها على 2 الانصاف اللي كيكونوا متساويين بواحد المسطره اولا غير عينكم ميزانكم كما كيقول هذاك. المهم صافي كتبداو كتاخذوا اول طبقه كدهنوها مزيان بداك الكريمه اللي حضرنا. يمكن لكم ايضا انكم تسقيو الجينواز ديالكم، وانا صراحه الله فضلت نخليها كما هي، صراحه درجات خفيفه وطريه، يعني ما يحتاجش عاد نزيد نسقيها اكثر. صافي قلبت عليها الجهه الثانيه من بعد ما درت واحد الكميه لا باس بها من الكريمه. غادي ندير واحد الكميه المتبقيه يعني ديال الكريمه غنديرها في الوجه، وغادي نخلي واحد الكميه للتزيين.
صافي غندخلوها المجمد ضروري، ما اننا كندخلوها المجمد واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا، عاد كنخرجوها وكنديروا لها هاد الكريمه ديال الحامض اللي كنا حضرنا في الوجه ديالها، نديروا غير واحد الطبقه رقيقه وكنبداو كنساويوها بواحد المعلقه اولا بواحد لي سباتول. صافي من بعد كناخذوا واحد السكين وكنبداو كنحيدوا داك الاطراف. هاد الاطراف البنات هما اللذه وهما الحلاوه في هاد الجينواس كامله، في هاد الحلوه كامله. صافي كنحيدوا داك الاطراف، بطبيعه الحال حتى هما غناكلوهم ما غنرميوهمش، المهم غير باش يجيونا لي طرونج ديالنا مقادين. صافي كنحاولوا اننا نقطعوهم على حسب القياس اللي بغينا، المهم كتاخذوا القياسات اللي بغيتو سواء مربعين او لا كمستطيلين، وصافي كتقطعوهم بهذا الشكل هذا. من بعد ما قطعت الكميه ديالي كامله بهذا الشكل هذا، صافي مباشره كنهزوهم، يا اما كتوضعوهم في داك الكاغيط هكاك ديال الكرتون اولا هاد الكويغطات هادو ديال لي مادلين هما اللي كانوا متوفر عندي الصراحه هاد الله. وصافي كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما قطعتهم، فراه كتجيو داك الطبقات باينين وحتى الكريمه كتجي باينه. وبالنسبه للتزيين كيبقى لكم اختياري بطبيعه الحال، انا درت لهم على هذا الشكل هذا وزينتهم بالحامض وشويه د النعناع، وكيكون هذا هو الشكل ديال لي طرونش باتيسري اللي شاركت معكم اليوم بذوق الحامض. كيجيو حقا رائعين ويستحقوا انكم تجربوهم، واذا جربتوهم ما تنسونيش واحد اللايك، جزاكم الله كل خير. خليونا الراي ديالكم في التعليق، وبسلام عليكم الى اللقاء فيديو جديد، وخليونا اللايك، جزاكم الله كل خير.